يا مساء الورد والفل والسعادة على كل متابعين صفحة التعليم، كل أصدقائي من مصر وكل الدول العربية. كل سنة وانتم طيبين. ويعني النهاردة الجمعة، يعني يوم مبارك، وبكرة إن شاء الله موسم عاشوراء. يعني ربنا كده يجعل أيامكم كلها خير وبركة وسعادة. في البداية طبعا وحشتوني جدا 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 جدا. يمكن بقالي أيام ما طلعتش معاكم لايف، وزي ما قلت لكم في فترات بس كده بيكون ضغط الشغل وضغط الحياة، لكن دايما بكون بتابع معاكم أهم الأحداث الرياضية الموجودة معانا على الساحة. دايما بتابع معاكم من خلال البوستات ومن خلال الفيديوهات. طبعا تقريبا حد حاول يظهر معانا على اللايف دلوقتي، ما اعرفش ازاي يعني دخل على اللايف كده من غير ولا احب ولا دستور. مش عارفه ايه الموضوع ده، بس عموما يعني اي حد بيدخل من غير طلب انضمام ده اكيد بيبقى نوع من الهاكر، او مش عارفه في ايه بالظبط يعني. بس عموما يعني اهلا وسهلا بيكم. و ان شاء الله لايف النهارده يعني اساسي هنتكلم فيه عن الزمالك. طبعا انا في انتظار انضمام المتابعين معايا على اللايف، واول ما يبداوا كده ينضموا معانا نبدا نتكلم النهارده عن الاحداث الموجوده على الساحه الرياضيه. ولسه مش ظاهر لي التعليقات. حاول يعني اشوف التعليقات وابدا ارد عليكم على التعليقات اللي هتكون موجوده معانا على اللايف. طبعا اهم حاجه هنتكلم عليها النهارده، هيكون عندنا اكتر من موضوع. هنتكلم طبعا عن شيكابالا واعتزال شيكابالا، ورأي الجمهور الزملكاوي ورأي الجمهور الأهلاوي في اعتزال شيكابالا. وهل خبر أو قرار الاعتزال جه متأخر، ولا يعني انا شايف طبعا ان هو كل اجمع ان هو جه متاخر، وكانوا من بدري بيطالبوا شيكابالا بالاعتزال، وان هو رمز من رموز الزمالك، وكانوا شايفين انه خلاص هو كده بالنسبه له الاعتزال افضل. لكن هو كان متمسك ان هو يكمل مع الفريق، وكنا لسه لحد ايام قليله من قبل اعلان وجود جون ادوارد، وهم قالوا ان شيكابالا هيعتزل. وبعد كده رجع طلع ميدو قال لا، لجنة التخطيط قالت ان شيكابالا هيفضل مكمل. كنا ما بين ده وما بين ده لحد ما تم الاعلان بشكل رسمي عن المدير الرياضي جون ادوارد. وبعدها بدأت خلاص لجنة التخطيط يعني تشكر الجمهور الزملكاوي ويعلنوا خروجهم من نادي الزمالك. خلاص تم الاعلان ان خلاص شيكابالا كده هيعتزل وهيعلن اعتزال. طيب موضوع اعلان اعتزال شيكابالا بالنسبه للجمهور الزملكاوي، في كتير منهم زعلوا وابدوا استيائهم، وفي اللي قالوا احنا كنا عايزينه يعتزل بس لما قرر الاعتزال احنا زعلنا. يمكن ده كان اكتر بعد الفيديو المؤثر وظهور شيكابالا مع ابراهيم فايق. الظهور اللي انا كنت شايفه بصراحه انا ضده.
يعني انا كنت وما كنت اخر حاجه كنت اتوقعها او انا اتخيلها ان شيكابالا يطلع مع ابراهيم فايق ونحط تحتها 50 خط. ظهور شيكابالا مع ابراهيم فايق على MBC مصر 2، نحط تحتيها خطوط عريضه. طيب ليه شيكابالا ما ظهرش على قناه الزمالك؟ كنا عملنا مشاهده لقناه الزمالك وجبنا اعلانات في اليوم ده. يعني هو ايه بالظبط السر؟ يعني انا عايزه افهم هو فين السر؟ السر فين؟ يعني انا نفسي اللي عنده معلومه يقولها لنا. ظهور شيكابالا على برنامج ابراهيم فايق ده معناه ايه؟ طيب هنتكلم عن الاستفاده الماديه. طب هو احنا بنرجع لورا ولا بنطلع لقدام؟ يعني احنا شفنا حلقات كتيره لابراهيم فايق وشفنا هجومه على الزمالك واستهزائه بالجمهور الزملكاوي، وشفنا ان هو ارتدى تيشيرت النادي الاهلي في برنامجه، وان كل ضيوفه لازم يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. وبالرغم من كده في حلقه شيكابالا طلع لابس تيشيرت الزمالك. هو تيشيرت الانديه بقى محل للاستهزاء وللسخريه؟ يعني انا عايزه افهم. يعني انا لما طلعت لابسه تيشيرت الزمالك في برنامجي لقيت كل الاهلاويه داخلين يهاجموني ويقولوا لي فين المجلس الاعلى وفين 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 وفين، مع ان انا انتمي للكيان الزملكاوي ومن حقي طبعا ان انا ارتدي تيشيرت نادي الزمالك بصفتي اعلاميه زملكاويه، وانا لست في قناه فئويه. يعني من حقي ان انا ارتدي التيشيرت اللي بيمثلني او اللي انا انتمي ليه. انا ما طلعتش قلت ان انا اعلاميه اهلاويه. طيب فازاي دلوقتي ابراهيم فايق بيلعب لعبه خطر قوي، ان وقت ما يحب يلبس تيشيرت النادي الاهلي لان ولاءه ليهم، ويعتبر ابراهيم فايق تاني اعلى اجر، تاني اعلى اجر، خدوا بالكم كويس، اعلى اجر هو عمرو اديب، يليه ابراهيم فايق. بياخدوا مرتباتهم منين؟ بياخدوا رواتبهم من السعوديه. طيب ابراهيم فايق خسر الجمهور الزملكاوي وكلنا نعلم هذا، خسرهم جدا، خسر مشاهداتهم. جمهور الزملكاوي زي ما هو انصرف عن قناه الزمالك ايضا انصرف عن مشاهده برنامج ابراهيم فايق. فكان من الذكاء ان هو يجيب شيكابالا. طب هو عارف دلوقتي ان شيكابالا هيعلن اعتزاله. يعني تقريبا انا بيتهيألي ابراهيم فايق كان عارف قبل اي حد وجي حضر معاه الحلقه. طيب وكانوا مجهزين العقود ان شيكابالا هيطلع على قناه MBC مصر. طيب هو كل ده في يوم وليله ولا كل ده كان مترتب ليه؟ هو ليه دايما احنا اخر من يعلم؟ ليه دايما احنا بقينا اخر من يعلم؟ طيب دلوقتي شيكابالا لما هيطلع مع ابراهيم فايق، فالمفروض كده ان الزملكاويه فاكرين ان شيكابالا هيكون لسان حال او صوت الزملكاويه، فهيرد على ابراهيم فايق فيما يخص الزمالك. طب ما تيجوا كده نفتكر لما امير مرتضى طلع مع ابراهيم فايق وسجل معاه حلقتين، وبعد ما نزلت اول حلقه اتشالت واتحذف كل الفقرات من على اليوتيوب، وتاني حلقه اتمسحت وطلع امير مرتضى قال ده، وطلع بعد كده المستشار مرتضى منصور وقال ده.
واحنا طلعنا وقلنا برافو امير مرتضى ان هو قدر يوقف ابراهيم فايق عند حد. طيب دلوقتي شيكابالا لما هو هيمضي مع ام بي سي هيمضي، هل هينفع لو حصل اي مشكله في اي حلقه انه يسيب لهم البرنامج ويمشي؟ هتقولوا لي طب ما هو في محللين زملكاويه بيطلعوا على ام بي سي. اوكي كان، بس تعالوا برضو نفتكر مع ماتشات كاس العالم لما تركي الشيخ اصدر اوامر وقال ان الاستوديو التحليلي في ام بي سي مصر اثناء تغطيه مباريات كاس العالم ممنوع اي محللين زملكاويه من الظهور. طيب يعني حضرتك يعني بتمنع عنهم. طب هو احنا ليه يعني يا جماعه، احنا ليه كزملكاويه بنحط نفسنا تحت المزاج؟ ليه ليه ام بي سي لازم مقاطعتها، لازم مقاطعه البرامج اللي بتغلط في الزمالك قولا واحدا، دي ما فيهاش حاجه. فانا بصراحه مش قادره افهم ليه شيكابالا طلع مع ابراهيم فايق، وليه شيكابالا مضى مع ام بي سي، وليه احنا ما خدناش السبق ده. دي بقى رساله انا بوجهها لمجلس اداره نادي الزمالك و هاني شكري مسؤول التسويق ولنيره الاحمر اللي هم مسؤولين عن قناه الزمالك ومسؤولين عن ملف الاعلام الزملكاوي داخل نادي الزمالك. شيكابالا لجمهور الزمالك ومشاهدته تروح للزمالك، دي كانت فرصه، يعني دي كانت فرصه. ليه ما كناش نعمل له برنامج خاص بيه على قناه نادي الزمالك ونجيب اعلانات ونجيب مشاهدات؟ ليه كل ده؟ ليه ده ما تمش؟ طبعا اهلا وسهلا بكل يعني المتابعين معايا. انا للاسف مش شايفه الرسائل بتاعتكم ظاهره لي، بس النت مش قوي عندي. بس طبعا عايزه ارحب بكل اللي معانا. استاذ حسن، سماحه اهلا وسهلا، ده نورك. استاذ محمود اهلا وسهلا. استاذه ريحانه مساء الفل. استاذ باهر جرجس اهلا وسهلا بيك، تسلم. ابراهيم فايق متلون؟ طبعا متلون، واحنا عارفين طبعا يعني الاحكام اللي صدرت ضده، معرفش يعني الكلب ميكيليني. استاذ ناجي مساء الورد عليك، منورنا. استاذ خالد قال علشان المصلحه. استاذ محمود شندي دي اتفاقيه من قبل الحلقه ومتفق عليها، سيبينا من ده كله خلينا في المجلس. شكوى زيزو تجديد حسام عبد المجيد. طيب بالنسبه بمناسبه حسام عبد المجيد يا جماعه، يمكن انا شفت النهارده خبر كده ان هو عمل انفولو لشيكابالا من على الانستا. ده برضو خبر كان غريب. حسام عبد المجيد ماله؟ في حاجه مش طبيعيه؟ هل حصل صدام مثلا بينه وبين شيكابالا؟ الله اعلم. بس في امور غير طبيعيه بالنسبه لحسام عبد المجيد، بالرغم ان انا وصل لي معلومه ان هو وافق على مبلغ التجديد وان هو هيمضي ويجدد. ده بالنسبه لحسام عبد المجيد. بالنسبه لعبد الله السعيد، احنا دلوقتي هنبدا يعني هقول نقطه وهرجع ارد على يعني تعليقاتكم. ده بالنسبه لحسام عبد المجيد. بالنسبه لعبد الله السعيد، موضوع التجديد بتاعه متوقف على المبلغ اللي هو طالبه، لان طبعا المدير الفني الجديد يانيك فيريرا شايف ان كتير قوي اعمار فوق ال 30 سنه في نادي الزمالك، وده يعني هو مش حبه. وبالنسبه عبد الله السعيد كان طالب 30 مليون، فتقريبا هو هيعرض عليه 15 مليون. وفي حاله لو عبد الله السعيد وافق هيتم التجديد، وفي حاله الرفض مش هيكمل مع نادي الزمالك. استاذ محمود فراج عاش الزمالك. استاذ عصام المهندس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته من متابعين البيج، اهلا وسهلا بيك. ابو كالو مساء الفل، تسلم. استاذ احمد عاش الزمالك.
سهدي نجم اهلا وسهلا بيك. ايه اخبار الحاج اشرف سليمان؟ ايه اخبار الصفقات؟ ما احنا كنا لسه اهو يعني بنتكلم وبنقول بالنسبه لحسام عبد المجيد يقال ان هو يعني وافق، بس يعني انا برضو اشك عشان موضوع ان هو عمل انفولو لشيكابالا ده، انا مستغرباه شويه. وبالنسبه لعبد الله السعيد آه، لسه طبعا المبلغ يعني هم شايفين انه كتير شويه. بالنسبة طبعا لصفقة أحمد شريف دي أنا أعلنت عنها من أسابيع، وهو أعلن احتفاله بانضمامه لنادي الزمالك. أحمد شريف جاي من فاركو، بس برضو يعني الصفقات اللي هي هتكون جاية من فاركو جاية من بتروجيت، سامعة إن في من نادي ليبي. يعني احنا بصراحة عايزين أسماء قوية، عايزين صفقات محترفين. يعني احنا محتاجين كتير للفريق الفترة الجاية، لكن طبعا مش ده اللي احنا يعني هنقدر نعلن عنه حاليا. طبعا خلاص النهاردة اتعمل الفيديو التقديمي للمدير الفني لنادي الزمالك يانيك فيريرا. وتعالوا نتكلم بقى كده شوية عن يانيك فيريرا. مساء الورد يا سهير، اخبارك ايه؟ يا رب كده تكوني بخير. استاذ سلامة اهلا وسهلا بيك، منور معانا اللايف. استاذ صبحي معوض اهلا وسهلا بيك. يعني خلونا هنتكلم شويه ويعني واقرا تعليقاتكم شويه، لان يمكن بقالي فتره ما طلعتش معاكم لايف. بصراحه يعني حابه ان انا ارحب بالمتابعين والناس الجميله اللي معايا على اللايف. استاذ صبحي بيقول لي استاذه نرمين، انا شيرين. استاذ ميلود انا من المغرب 41. مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا بكل اهل المغرب. وقت الوداع بيقول انا بتمنى نخلص في احمد عبد القادر. صفقة احمد عبد القادر، يعني انا كنت سامعة ان طبعا احنا عارفين ان استاذ ممدوح عباس كان واعد بصفقتين هيجيبهم لنادي الزمالك، وانا سمعت ان صفقة احمد عبد القادر دي من الصفقات اللي هم عايزينه يخلص فيها، لان هي تعتبر من الصفقات اللي هتكون تقيلة. مساء الورد يا نشوى، اخبارك ايه؟ مساء الورد يا مرام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحشانا يا مرام، وحشني انضمامك معانا على اللايفات، يا رب كده تكوني بخير. أستاذ سلامة أهلا وسهلا بيك. أستاذ محمود نفسي نرد على محمد فارس، ما عندوش أي اعتبار. وحد بيقول اسم الكابتن جمال عبد الحميد عادي، بيقول جمال، وأي كابتن من الزمالك يقول. يعني استاذ محمود فراج يعني غيور على كباتن الزمالك، وشايف ان يعني الاعلاميين الاهلاويه بيذكروا اسماء يعني كباتن الزمالك بشكل فيه نوع من التعنت. يعني والله يا استاذ محمود عايزه اقول لك ان للاسف الاعلام وبالذات الاعلام الاهلاوي يكون في جانب من الغلط او الاساءه للزمالك على عكس الاعلام الزمالكاوي. ممكن احنا بنشوف ايقاف كتير جدا لمذيعين قناه الزمالك، ولا حول ولا قوه، ما حدش بيدافع عنهم وما حدش بياخد حقهم. الصقر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالوا بقى نتكلم كده شويه عن
المدير الفني الجديد يانيك فيريرا البالغ من العمر 44 عام، بلجيكي الجنسية. خلوني أكون معاكم واضحة وصريحة. دايما أي مدير فني أو مدير رياضي ادوله القماشة وهو يستخدم القماشة دي. طيب احنا لسه هنشوف الفترة الجاية، لسه هنشوف الشغل وهنشوف الدنيا. يمكن الزمالك كان معظم مشاكله بسبب التسريبات اللي كانت بتتم، واي صفقة الزمالك كان بيحط عينه عليها كان من ناحية تانية الصفقة دي بتتاخد على طول. واللعيبة اللي كانوا بيبقوا موجودين داخل نادي الزمالك كان الاهلي بيدخل على طول كده وياخد اللعيبة بتوعنا. المدربين اللي كانوا بيجوا يمكن 6 و7 مدربين طول الفترة الأخيرة دي في أقل من 2 سنين، وده كان عامل قلق، كان عامل عدم استقرار فني، عدم استقرار إداري. واحنا زي ما احنا عارفين عدم الاستقرار ده بيكون خسارة على النادي، بيكون خسارة على الفريق. من ساعة ما جه جون إدوارد وهو مسك نقطة الضعف اللي هي نقطة التسريبات، وأصر إن ما يكونش فيه تسريبات. ولما جاب المدير الفني جه واتفق ورجع بلده، وبعد كده رجع أعلنوا عن وجوده بشكل رسمي، ونزل الإعلان النهاردة. الإعلان عجب ناس، بس يمكن أنا بالنسبة لي أنا أحب دايما الأفضل والأجمل والأقوى للكيان الزملكاوي. كنت أتمنى إن فيديو تقديم يكون أقوى من كده. ليه بقى؟ هقول لكم كلمة حق. في مشاهد من مسلسلات نفس المشهد اللي اتاخد أو طلع فيه يانيك فيريرا، فأنا شايفة إنه كان يعني نقدر نعمل فيديو أقوى من كده. بس ممكن نقول إنه دي الوقت، يمكن نقول إن الزمالك ما كانش بيعمل كتير فيديوهات التقديم. ممكن نقول يعني الإمكانيات المتاحة حاليا، ممكن نقول إن عشان دي مش صفقة لاعب، دي صفقة مدير فني. برضو هي بداية كويسة، لكن مش هي الأقوى، مش هي الأقوى، لأن احنا شفنا صفحات أهلي بدأوا يجيبوا نفس الشوت للممثل مكي وهو لابس نفس الزي، فده احنا شفناه. بس عموما ما علينا، هو فيديو كويس وبداية كويسة ونتمنى الأفضل. أنا عايزة أقرأ التعليق بتاع أستاذ أحمد محمد، لأن هو من الجمهور الأهلاوي الراقي اللي أنا بحترمهم على صفحتي. تحياتي لحضرتك أستاذة شيرين، حضرتك عارفة إن أهلاوي. كان عندي كده كام نقطة لاحظتها من بعد فترة غياب على صفحتك، إن منشوراتك لا تزال عن زيزو وخروج الأهلي من كأس العالم للأندية، عن طالع الطاروت اللي مش عارف إزاي. ده غير منشور لحضرتك. مش عاوزة حد يتدخل في النادي الزملكاوي. طب تمام، ما تخلي البداية من عندك بعدم التدخل في الحديث عن النادي الأهلي، ولازم يكون الأهلي محطوط في جملة مفيدة باللي بيحصل من الأندية المنافسة. طيب أستاذ محمد، خليني كده يعني أرد عليك في نقطة. أنت بتقول كأس العالم والطاروت على فكرة عايزة أقول لك حاجة، في بعض البوستات بتكون فور فن. يعني أنا لما أقول إن طبعا معروف إن كذب المنجمون ولو صدق. خبير الطاروت
كتبت واعلنت وقالت ان الاهلي خارج من البطوله. تمام. وعلى فكره انا ما كتبتش ساعتها انه الاهلي، وانا فاكره كويس قوي. وانا قلتها صراحه، انا كمصريه وعندي نادي مصري هيشارك في كاس العالم، الطبيعي ان انا اشجعه. ايه اللي خلاني ما اشجعوش؟ زيزو. بكل صراحه وقولا واحدا يا استاذ احمد، زيزو عمل مشكله ما بين الانديه. زيزو عمل مشكله ما بين الانديه. طب انتوا ليه؟ في نقطه مهمه قوي انا عايزه اقولها لك. هو انا ليه لما بكتب بوستات لصالح النادي الاهلي ما بشوفش الاهلاويه يدخلوا ويكتبوا ان الاعلاميه دي بتقول كلمه الاهلي؟ ليه ما افتكرتوش لما هاني شكري اساء لجمهور الاهلاوي وانا طلعت على صفحتي وكتبت وقلت انا كاعلاميه زملكاويه ضد اساءه عضو مجلس اداره نادي الزمالك للجمهور الاهلاوي، وان هو كشخصيه عامه وكمسؤول ما ينفعش يسيء للجمهور الاهلاوي، وان ده تصرف شخصي وانا ضده وبطالبه بتقديم استقالته من مجلس اداره نادي الزمالك. ليه انتوا كاهلاويه ما طلعتوش قلتوا كلمه حق؟ انا يعني انا بقول الكلام ده ومنتظره ردك. تمام يا استاذ احمد؟ قلت كلمه حق ورفضت ان عضو مجلس اداره نادي الزمالك يسيء للجمهور الاهلاوي. ليه ما ذكرتش لما امام عاشور حصلت له الاصابه وانا طلعت وكتبت الف سلامه عليه، قلت ربنا يكمل شفاء على خير؟ ليه ده ما اتذكرش؟ امام عاشور جات له فتره كان بيحط دايما الجمهور الزملكاوي في جمله مفيده، فطبيعي هيبقى فيه شد وجذب. لكن لما هم نصحوا امام عاشور لاعب فوق الممتاز ما يختلفش عليه اتنين، قالوا له ركز في اللعب وابعد عن السوشيال ميديا. وفعلا لما امام عاشور بطل يستفز الجمهور الزملكاوي وابتعد عن السوشيال ميديا خلاص ما بنتكلمش. ولما تعب قلنا له الف سلامه، واجيب لك المنشورات دي من على صفحتي. ليه ما بتذكروش الكلام ده؟ ليه ما بتتكلموش عليه؟ احنا دايما ردي، انا عن نفسي ردي بيكون رد فعل لاي اساءه بتحصل ضد كيان الزملكاوي، انا بطلع ادافع عنه، لكن انا ما بطلعش اغلط ولا اسيء لاحد. وفي بعض الموضوعات بحب اعمل سبوت عليها، ده كل الموضوع. فموضوع زيزو ما زال قائم. تعالوا كده كمان نفتكر شيكابالا لما طلع مع ابراهيم فايق وقال له انا كنت ناوي اسلم الرايه لزيزو، انا كنت ناوي بعد اعتزالي اسلم الرايه لزيزو، لكن انا دلوقتي هسلم الرايه للجمهور الزملكاوي. جمله كبيره قوي يا جماعه، سمعني يا استاذ احمد؟ جمله كبيره. زيزو ده كان عندي جمهور الزملكاوي حاجه كبيره، وانا كنت في صفه لاخر لحظه، كنت واقفه معاه ضد المجلس، وكان الجمهور بيدخل يقول لي ده خاين ما تدافعيش عنه. كنت اقول لهم لا، ازاي يمنعوه من التدريبات، وازاي لحد ما اتاكدت ان هو كان عنده مخطط. فانا دايما شايفه ان اللاعب لازم تكون كلمته واضحه وصريحه، واللاعب اللي يخون الفريق اللي عمله يخون اي فريق، هي بس مساله الثقه. علشان كده انا بقولها لك بكل صراحه، وجود زيزو في اي نادي هيكون عائق كبير قوي.
استاذ ناصر الشريف، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ حسني خليفه، اهلا وسهلا بيك. جمعه عطوه، احسن اعلاميه بتجيب وبتتكلم عن الزمالك، ربنا يخليك. الحياه والامل ده جمهور ماشي ورا شوبير والايه. شيكابالا هو سبب حبي نادي الزمالك، وامس واصعب يوم في حياتي لما اعلن افضل موهبه واسطوره نادي الزمالك الاعتزال. شكرا على مجهوده قدمه للزمالك. شكرا شيكابالا على وقفته مع نادي الزمالك طبعا. يا استاذه، انت شايفه مين كابتن وقائد الزمالك في الموسم الجديد بعد اعتزال شيكابالا يستحمل ضغوط جمهور الزمالك بكل صراحه؟ بصراحه انا مش عارفه يعني اقول لك مين. بصراحة يعني احنا لاعبين نادي الزمالك وصلونا لمرحلة، يعني انا كنت اتمنى طبعا عبد الله السعيد، بس برضو عبد الله السعيد احنا مش عارفين الاتفاقات المادية هيتم فيها ايه. استاذ احمد، اللي عمله عضو مجلس اداره الزمالك هاني شكري انا ما حضرتش وقتها اساءته للنادي الاهلي وعن اصابه امام عاشور. فيديو حضرتك تشمتي فيه. لا 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 لا، بص، هم شافوا اللي عايزين يشوفوا، هم شافوه كده، لكن انا ما كانش عندي كده، بدليل ان انا قلت له ربنا يشفيك ويعافيك، قلت اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة. الناس تفهم بعقلها او تفهم زي ما هي عايزه تفهم، لكن انا كان بدايه الفيديو بتاعي قلت اللهم لا شماتة وربنا يشفيه ويعافيه. ما فيهاش كلام، هم عايزين يشوفوا اصلا، بس لا يمكن يا جماعه الكلام ده ما يحصلش، هم عايزين يشوفوه كده، بدليل ان انا نزلت على صفحتي بعد اصابته على طول وقلت الف سلامه عليه. يبقى ازاي بقى؟ استاذ ناصر مساء الفل، ودايما بيتابعنا من سويسرا، زملكاوي الجدع. استاذ محمود نصير بيقول اتكلموا عن اهلي، عن النادي بتاعكم. على فكره انا عامله لايف عن الزمالك، انا ما اتكلمتش عن الاهلي، يعني مبدئيا انا عامله لايف عن الزمالك، وبتكلم عن شيكابالا، وبتكلم عن حلقته مع ابراهيم فايق، وبتكلم عن المدير الفني لنادي الزمالك الجديد، وبتكلم عن المدير الرياضي لنادي الزمالك الجديد. لكن اللي خلاني اتكلم عن الاهلي استاذ احمد محمود، لانه من الجمهور الاهلاوي المحترم الراقي اللي بيتابع صفحتي. وعلى فكره انا عندي جمهور اهلاوي بيبعت لي على الواتس، وساعات في حاجات بتزعلهم بيبعتوا لي وبيعرضوا وجهه نظرهم بكل ادب وباحترام، وبرضه برد عليهم وبقول لهم وجهه نظري، وبيلاقوا ان انا فعلا ليا وجهه نظر. انا مش لجان علشان اطلع اغلط في النادي الاهلي، انا بدافع عن الكيان الزملكاوي اللي انا بنتمي ليه. وعلى عكس ناس كتير بيحاولوا يزوروا، انا بقول يزوروا الحقيقه، ويحاولوا يغلطوا فيا على صفحتي، ويحاولوا يدعوا ان انا مش اعلاميه، ويحاولوا يدعوا كلام غير لائق. فعيب الكلام ده. وناس بتدخل تشتم على فكره، وانا برد عليهم وبقول لهم ولكم بالمثل. حتى الزملكاويه بيكلموني بيقولوا لي طب انت بتردي عليهم ليه؟ اقول لهم انا برد عليهم عشان دي اخلاقي، يعني في غلط ما بقدرش ارد عليه، وفي غلط بحب يعني اقول لهم يمكن يرتدوا عن الغلط او الاساءه، ويعرفوا ان هم بيتعاملوا مع اعلاميه محترمه. استاذ حسن، اشجع نادي ازاي بيحارب الزمالك ويخطف نجوم الزمالك؟ ابو علي، استاذ شيرين، عاوزين ماتش اعتزال شيكابالا يكون عالمي طبعا.
يعني احنا طبعا سمعنا ان لسه هيتعمل ليه ماتش اعتزال، وبيقال ان هم هيعملوا دعوة لمحمد صلاح ان هو يحضر مباراة الاعتزال، وكريستيانو رونالدو ان هو كمان يحضر هذا الماتش. الهلال السعودي خسران 1-0. شكرا طبعا استاذ ناصر، انا عارفه ان الماتش الساعه 10 وحضرتك بتتابعه وبتتابعنا بيه الاخبار، الف شكر ليك. طارق حامد لو الزمالك تعاقد معاه هو اللي يقدر يكون كابتن وقائد الفريق ويستحمل ضغوط جمهور الزمالك. طبعا نتمنى يعني طارق حامد ما يختلفش عليه الزملكاويه. استاذ عبد العزيز حسن، اهلا وسهلا بيك. ناصر دهب تحياتي، اهلا وسهلا بيك. ابو خالو شيكابالا الاسطوره. سهير بتقول عايزين نعمل حفله تكريم لشيكابالا في النادي. كم اتمنى طبعا، كم انا يعني انا الفكره دي كويسه، وهحاول والله ان انا اعرضها عليهم، يعني يا ريت يا ريت. استاذ ناصر الشريف، انا من العريش مش من سويسرا. لا، في استاذ ناصر تاني غيرك يا استاذ ناصر الشريف، هو بيبقى كاتب ناصر بالانجلش. اهلا وسهلا طبعا بكل اهل العريش. عاوز دعوة حلوة منك ليا يعني، ربنا يكرمك كده يا استاذ ناصر ويرزقك ويفرحك ويجبر خاطرك ويرضيك دايما ويرضى عنك. ما تشغليش نفسك بالاهلي، نحن نشاهدك علشان الزمالك. استاذ ناصر ربنا يفرحك باولادك. تسلم، ربنا يخليك. عادي بقى يا سهير، ما انت عارفه احنا فايتر يعني. استاذ احمد محمد، حابب اوضح كمان بالنسبه لشيكابالا، انا طلبت انه يتعمل له مباراه اعتزال تليق بيه، لان رغم تشجيع للنادي الاهلي وبدون تعصب زي والدي الله يرحمه، وعمري دلوقتي 38 سنه، بس وقت عرفته شايف انه فعلا اتظلم وما خدش حقه لما احترف فتره خارج مصر ورجع بعد فتره قصيره، وانه يستحق يكون من الاساطير. محمد سلطان، الأستاذة الإعلامية المحترمة اللي مش تعامل إعلام الأهلي بمثالية لا يستحقونه. أستاذ ناصر بيقول لي رأيك إيه في بكاء ممدوح عباس وعمر جابر ومؤمن زكريا أمس على قناة NBC مصر مع إبراهيم فايق؟ طبعا رأيي إن هم بيحبوا شيكابالا ومشاعرهم ظهرت عليهم. ليه لاعبي الزمالك بيجروا ورا عرض الاهلي؟ استاذ اشرف، ده سؤال يعني مهم جدا، لان دايما لاعبي الكوره بيبص للمستقبل. طبعا مش كلهم في لعيبه وفي رموز كتير رفضوا ان هم يروحوا النادي الاهلي مهما اتعرض عليهم من اغراءات، وما زالوا. انت عندك اولاد هتلعب كرة؟ لا. كان عندي بنتي كانت لعيبه كرة طايره في نادي الزمالك. استاذ حسن، والله العظيم انت اعلاميه محترمه والكل بيحبك، ربنا يبارك فيك. الف الف شكر ليك طبعا، يعني تعليقك على راسي، والف شكر ليك. مش عايزه اطول عليكم يعني اللايف اكتر من كده، وعايزاكم تشوفوا طبعا الماتش، بس انا حبيت اطلع النهارده لايف لان طبعا اعتزال شيكابالا وانضمامه لقناه NBC، وايضا يعني عندنا معلومات كتيرة هتكون موجودة الفترة الجاية، بس كان أهم حاجة طبعا عندنا وجود المدير الرياضي جون إدوارد، وجود المدير الفني
يانيك فيريرا. دي اهم حاجه موجوده عندنا دلوقتي على الساحه الرياضيه داخل نادي الزمالك. نتمنى طبعا ان يتم الاعلان عن الصفقات في الفتره القادمه. نتمنى انه يعود الاستقرار و يعني النجاح لنادي الزمالك، وتعود البطولات مرة أخرى، ويرحل من يرحل، ولكن يبقى الزمالك موجود ومحفور في قلوب كل الزملكاوية، وهنفضل رافعين شعار النادي الملكي. وزي ما قال يانيك فيريرا النهارده، واحلى حاجه عجبتني في فيديو التقديم لما قال احنا الملوك، احنا الزمالك. هختم بالجمله دي اللايف معاكم النهارده، واتمنى يعني ان اللايف السريع النهارده يكون نال اعجابكم، وان شاء الله يعني ايام كلها خير وسعاده، وكل سنه وانتم طيبين. بكره موسم عاشوراء، بتمنى لكم الفرحه والسعاده وراحه البال، ودايما كده قلوبكم بيضه، ودايما يعني زي نادينا الابيض الملكي. وجمهور الزملكاوي انا دايما براهن عليه، وبقول ان هو جمهور محترم وراقي، وانا براهن عليه. وللعلم ومعلومه احب برضو اقفل بيها معاكم اللايف، انا اتعرض عليا ان انا اشتغل في المرصد الاعلامي للنادي الاهلي ابتداء من شهر 8، وان انا ادخل باسم غير اسمي، ولكن انا رفضت ذلك. وليس رفض، وانا اعلاميه المفروض ان انا اشتغل في اي مكان يطلب مني ان انا اشتغل فيه، ولكن انا لما احب اشتغل في حاجه اظهر فيها باسمي الحقيقي، واكون قد المسؤوليه واتحمل التبعات. ولكن سأظل مع الكيان الزملكاوي ومع الجمعية العمومية داخل نادي الزمالك ومع الجمهور الزملكاوي، وأي إيجابيات تخص نادي الزمالك أنا بعرضها، وأي إساءة لكيان الزملكاوي أنا بطلع وبدافع عنه، وده واجبي وده دوري، وهفضل كده. وأي سلبيات برضو داخل نادي الزمالك احنا بنعرضها، ولكن أملا في تحويلها لإيجابيات وليس نقد. ودائما النقد البناء هو لصالح المكان اللي احنا بنخاف عليه. ودايما البيت الملكي هو بيت كل الزملكاويه. تحياتي ليكم. لو اللايف عجبكم شير وشير للبيج، ودايما هاشتاج اعلاميه الزمالك شيرين الفيل. اشوفكم على خير.